خلونا نتكلم عن أقرب حاجة لينا وفي نفس الوقت ممكن تكون أكتر حاجة غامضة وما نعرفش عنها كتير. أنا بتكلم عن البدلة الذكية اللي كلنا لابسينها من أول يوم، جلدنا. في الكام دقيقة الجايين دول هننطلق في رحلة عشان نفك شفرة التصميم العبقري ده ونشوف إيه الأسرار اللي مستخبية تحت السطح على طول. يعني لو فكرنا فيها شوية، الجلد ده مش مجرد غلاف وخلاص. لأ، دي أقرب خريطة بتحكي قصة حياة كل واحد فينا. كل خط وكل تجعيدة، حتى أصغر علامة، كل ده له معنى. النهاردة بقى هنحاول نتعلم سوا إزاي نقرأ الخريطة دي ونفهم الرسائل اللي الجسم بيحاول يوصلها لنا من خلالها. طيب، أول محطة في رحلتنا النهاردة هي الدرع الواقي للجسم، والدرع ده هو الجلد. الجلد مش مجرد غطا، لأ، ده نظام دفاعي متطور جدا. هو الواجهة الأساسية اللي بنتفاعل بيها مع العالم اللي حوالينا، ويعتبر كده خط الدفاع الأول، الحارس الشخصي اللي شغال معنا 24 ساعة. الجلد ده سبحان الله مش بيعمل حاجة واحدة بس، لأ، ده جيش كامل من الوظائف في عضو واحد بس. يعني هو الحصن اللي بيحمينا من أي ميكروبات أو إصابات، وهو اللي بيمنع سوائل الجسم إنها تتبخر، وكمان بيشتغل زي تكييف ذكي يظبط درجة حرارة الجسم. ده غير إنه شبكة الإحساس الضخمة اللي بتخلينا نحس بالألم واللمس والحرارة، وفوق كل ده عنده نظام ترطيب ذاتي عن طريق الزيوت اللي بيفرزها. حاجة عبقرية. طيب بما إننا بنتكلم عن الدرع ده، خلونا بقى نتعمق أكتر شوية ونشوف هو متكون من إيه بالظبط. الموضوع أبسط مما نتخيل. الجلد بشكل أساسي هو طبقتين فوق بعض، وكل طبقة فيهم ليها دور مختلف تماماً عن التانية. أول طبقة اللي على السطح خالص دي اسمها البشرة أو الأبيديرمس. دي الواجهة بتاعتنا للعالم. سمجها بيختلف على فكرة، يعني مثلاً جلد الساعد رقيق، لكن جلد باطن القدم سميك جداً. تمام. نيجي بقى للطبقة اللي تحتها على طول، ودي عالم تاني خالص، اسمها الأدمة أو الديرمس. دي بقى الطبقة الحية، مركز العمليات كله، وهي اللي متصلة بكل حاجة تحتها عن طريق حاجة اسمها اللفافة السطحية. الأدمة دي بقى نقدر نقول عليها مركز القيادة. لو البشرة هي الشاشة الخارجية، فالأدمة هي غرفة التحكم اللي فيها كل حاجة. هنا بقى بنلاقي الأوعية الدموية اللي بتغذي الجلد، والأوعية الليمفاوية، وشبكة الأعصاب كلها. هي المحرك الفعلي اللي بيدي للجلد حيويته وقوته. وعلى فكرة هي بتكون أرق شوية في الجزء الأمامي من الجسم، وبشكل عام بتكون أرق عند الستات مقارنة بالرجالة. تمام. بعد ما نزلنا للطبقات العميقة، خلونا نرجع تاني للسطح ونبص على الخطوط والثانيات اللي كلنا بنشوفها على جلدنا. ممكن حد يفتكر إنها علامات عشوائية، بس الحقيقة لأ خالص. كل خط من دول ليه سبب تشريحي محدد جدا، وبيكشف لنا حاجات كتير عن التركيب الداخلي للجسم. الخطوط دي ليها 4 أنواع أساسية، وكل نوع ليه قصة. أول حاجة خطوط الثانية أو الفلكشر لاينز، ودي اللي بنلاقيها عند المفاصل زي الكف وعقل الأصابع، ودي اللي بتخلي الجلد يتني مع الحركة. بعدين في النتوءات الحلمية، ودي بقى اللي بتعمل البصمات بتاعتنا في الإيدين والرجلين. تالت نوع هو خطوط التجاعيد، ودي كلنا عارفينها، اللي هي خطوط التعبير اللي في الوش وبتيجي من حركة العضلات. وأخيراً بقى في حاجة مهمة جداً اسمها خطوط لينجر، ودي بتمثل اتجاه ألياف الكولاجين في الجسم كله، ودي بقى قصتها قصة. وهنا بقى بتيجي الحتة العبقرية. خطوط لانجر دي مش مجرد معلومة نظرية في كتب التشريح، لا، دي تعتبر الخريطة السرية للجراحين. ليه بقى؟ لأنهم اكتشفوا إن الشقوق الجراحية لما بتتعمل بموازاة الخطوط دي، يعني مع اتجاه ألياف الكولاجين، الجرح بيلتئم بأقل قدر ممكن من الندبات. الشد على الجلد بيكون قليل جدا، والنتيجة التئام أسرع وشكل أفضل، وندبة تكاد تكون مش موجودة. ده مثال بسيط ومذهل بيورينا إزاي لما نفهم جسمنا أعمق ده ممكن يغير نتائج حاجة زي العمليات الجراحية تماماً. طيب الجلد مش مجرد طبقات وخلاص، لأ، ده كمان مجهز بشوية أدوات أو ملحقات مدمجة فيه، كل حاجة ليها وظيفة متخصصة. خلونا نتعرف على الملحقات دي. البدلة الذكية دي فيها 4 ملحقات أساسية. عندنا الأظافر وبصيلات الشعر والغدد الدهنية، وأخيراً الغدد العرقية. كل واحدة من دول ليها دور مهم جداً. لو جينا نتكلم عن الشعر، ممكن الواحد يفتكر إنه موجود في كل مكان، لكن تصميم الجسم أدق من كده بكتير. في مناطق استراتيجية معينة خالية تماماً من الشعر، زي الشفايف وباطن الإيدين والرجلين وجوانب الصوابع، وأماكن تانية محددة جداً. المناطق دي غالباً بتكون يا إما حساسة جداً أو بتحتاج لأقصى درجة من الاحتكاك المباشر من غير عوائق. والأغرب من الشعر كمان هي أماكن الغدد العرقية. دي بقى مش موجودة في أماكن أقل بكتير، يعني مثلا مش موجودة في الحواف الحمراء للشفايف، ولا تحت الضوافر، ولا في أماكن تانية محددة.
وده بيورينا تاني قد إيه تصميم الجسم دقيق، كل منطقة وليها تركيبها الخاص اللي بيخدم وظيفتها بالملي. تمام كده احنا خلصنا الجلد. دلوقتي بقى هننزل لطبقة أعمق كمان، هنعدي الجلد ونوصل لطبقة ممكن كتير مننا ما يكونش بيسمع عنها، بس هي مهمة جدا عشان تثبت كل حاجة في مكانها. الطبقة دي اسمها اللفافة أو الفاشية. طيب إيه هي الفاشية دي؟ ممكن نتخيلها زي السقالات اللي بتمسك أي مبنى. هي عبارة عن نسيج ضام معظمه كولاجين موجود تحت الجلد على طول، وظيفته إنه يربط ويثبت ويغلف ويفصل العضلات والأعضاء الداخلية عن بعض. يعني هي الشبكة اللي ماسكة كل حاجة جوه الجسم في مكانها الصحيح. والفاشية دي مش نوع واحد، هما نوعين أساسيين. في اللفافة السطحية، ودي عبارة عن نسيج رخو مع دهون، وهي اللي بتربط طبقة الأدمة بتاعة الجلد باللفافة العميقة اللي تحتها. وفي بقى اللفافة العميقة، ودي طبقة أكتر كثافة وقوة، وهي اللي بتغلف العضلات والعظم والهياكل العميقة للجسم. اللفافة السطحية دي ليها وظائف مهمة جدا. أولاً هي اللي بتدي الجسم شكله وتحديده، زي مثلاً في منطقة الأرداف. ثانياً بتشتغل كعازل للحرارة عشان تحافظ على درجة حرارة الجسم. ثالثاً بتعتبر مخزن ومصدر للطاقة. والأهم من كل ده إنها الممر أو الطريق اللي بتمشي فيه كل الأعصاب والأوعية الدموية الجلدية عشان توصل للجلد. أما بقى اللفافة العميقة فدي وظيفتها هيكلية وتنظيمية أكتر، هي اللي بتغلف العضلات والهياكل العميقة، وهي اللي بتثبت الأوتار في مكانها عند المفاصل عشان ما تتحركش، وكمان بتعمل فواصل بتقسم العضلات لمجموعات وظيفية. ده غير إنها بتكون طبقات حماية سميكة جدا في باطن الإيدين والرجلين، يعني نقدر نقول هي المهندس المعماري الداخلي للجسم. في الآخر اللي شفناه النهاردة بيوضح إن الجلد واللفافة مش مجرد غلاف وخلاص، لأ، دي بدلة ذكية بكل معنى الكلمة، متطورة ومليانة أسرار وتفاصيل عبقرية. وكل ما بنعرف عنها أكتر بنكتشف إن رحلة استكشاف الجسم دي لسه في أولها. وده بيخلينا نسأل، لو دي بس البدلة اللي كلنا عايشين بيها، يا ترى إيه تاني منعرفوش عنها وعن جسمنا؟